علاش وقت ما فرحنا بزاف كتوقع شي حاجه؟ 2022 فرحنا باننا طلعنا لنص كاس العالم، ولكن جا من بعدها زلزال الحوت. في كاس افريقيا فرحنا بزاف، جا الفيضان. ماشي كنقول هذا السبب وهذه نتيجه، ولكن حاشا لله. الله علمنا واحد الحاجه في القران: لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، غمرت المشاعر. وحتى في علم الفيزياء تيقول لك غادي نزيلاند كاين واحد القانون سميتو فائض الاحتمالات. من الميزان ديال الفرحه كيعمر بزاف، الله سبحانه وتعالى حط واحد القوانين كتحاول ترجعو للوسط. الحل هو اننا نفرحوا بتوازن. انا ماشي ضد الفرحه، نغنيو، خرجوا للزنقه، ولكن فرحه بذكاء، فرحه فيها شكر على الله سبحانه وتعالى النعمه ديالو، وفيها دعاء. الله يحفظ بلادنا، والله يجعل المغرب ديما في القمه وديما في اول القائمه. باش نفرحوا دايما خاصنا نبقاو متوازنين، المشاعر ديالنا في الداخل ديالنا هابطين ماشي واصلين للسقف. اللهم اجعل فرحتنا شكر ليك، لا غفلة عنك. الله يحفظ بلادنا وديما مغرب. وإلا عجبتك الرسالة صيفطها لصاحبك وصيفطيها لصاحبتك، واحتفلوا ولكن بتوازن.